أبي دفء ونبع حنان رباني على القرآن يعلمني يحفظني ويحفظه بلا نسيان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحافظ حفظه الله وأدامها، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحبة في لقائنا المتجدد مع حضراتكم في برنامجكم الحافظ أبي. هنبدأ إن شاء الله حلقتنا ومعانا لجنة التحكيم، ومعانا الدكتور محمود حب الله. مرحبا بك يا دكتور محمود. ومعنا أيضا فريقين، الفريق الأول فريق أهل القرآن مكون من الأستاذ محمد أحمدي وابنه أحمد محمد أحمدي. أهلا وسهلا بحضراتكم، شرفتونا وأنستونا. الفريق الثاني فريق حذيفة بن اليمان، فضيلة الأستاذ محمد عبد الباسط وعبد الرحمن جمال. أهلا وسهلا بحضراتكم، ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. السؤال الأول في حلقتنا النهاردة سؤال سهل جدا وبسيط جدا جدا. السؤال بيقول: نبي من الأنبياء أماته الله 100 عام ثم بعثه، فما هو؟ ودلل بالقرآن. يلا ال10 ثواني، هنقرب كده من المايك ونعلي صوتنا. سيدنا عزير. سيدنا عزير. ندلل من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. حسبك، جزاكم الله خيرا. حسبك، احنا خدنا الشاهد، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك لحضرتك. نبدأ ب يعني اللي قدر الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين بالله سبحانه وتعالى. الحج أشهر معلومات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن حج البيت الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حسبك، شكر الله لك. دكتور محمود. جزاه الله خيرا. قراءة ما شاء الله ما شاء الله، شيء طيب ما شاء الله، ربنا يتقبل يا رب العالمين. السؤال الثاني لفريق حذيفة بن اليمان. جاهزين إن شاء الله؟ بإذن الله تعالى إن شاء الله. احنا سؤالنا التالي سؤال سهل جدا وبسيط خالص. سورة افتتحت بالتسبيح واختتمت بالتسبيح، فما هي؟ سورة الحشر. سورة الحشر. دلل. أولها وآخرها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. آخرها. هو البارئ. آخر السورة. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله، شكر الله لك، ما شاء الله، شيء طيب. بسم الله، نستعين بالله سبحانه وتعالى. سؤال القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. حسبك، شكر الله لك، جزاكم الله خيرا. دكتور محمد، انت غلطت غلطة تجويدية. انا زعلت ان انت غلطت. قلت هم فيها
لا واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. أنت أخفتها. أنت قلت هم فيها. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها. خلي بالك يعني معنا الشيخ يعني الشيخ محمد هيبقى مشاكس معانا، خلي بال حضرتك. ربنا يبارك لحضرتك، جزاكم الله خيرا. حسبك يا راجل، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. نبدأ السؤال الثاني مباشرة بعد ما نشوف إن شاء الله بإذن الله فريق ما شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله أهل القرآن، وما شاء الله ربنا يتقبل كده ويجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. سؤالنا سهل جدا وبسيط جدا إن شاء الله. آخر آية نزلت من القرآن الكريم فما هي؟ في المايك بقى بعد إذنك، اتفضل يلا عشان 10 ثواني هيعدوا. بالراحة على مالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شكر الله لك، لكن ليس هذه آخر آية مجمع عليها في نزول القرآن الكريم. شكركم الله، جزاكم الله خيرا. نبدأ في سؤال القرآن الكريم. طبعا الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نستعين بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. شكر الله لك، جزاكم الله خيرا. جزاه الله خيرا. ما شاء الله، ربنا يتقبل إن شاء الله. فريق حذيفة بن اليمان. سؤالنا بسيط جدا. سورة في القرآن الكريم عندما نزلت بكى أبو بكر الصديق، فما هي السورة؟ سيدنا أبو بكر الصديق كان بيبكي كل القرآن. بكى عندما نزلت هذه السورة، وعندما سئل عن ذلك قال علمت بقرب أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة النصر. سورة النصر. سورة النصر. متأكد عمر؟ متأكد إن شاء الله؟ حافظها؟ وإذا جاء نصر الله الفتح اقرأ. ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استغفره إنه كان توابا. ما شاء الله يا عمر، ما شاء الله. ده احنا تشجعنا يعني، تشجعنا شوية كده، ما شاء الله. طيب نستعين بالله سبحانه وتعالى ونقرأ من قول الله سبحانه وتعالى. الإجابة فعلا صحيحة ما شاء الله. نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم أنه من عمل من أنت قلت بتاعت الأنعام كتب ربكم على نفسه الرحمة. اللهم ذكرني يا رب. ده جزاء المشاكس. يلا اتفضل. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب عليه. لا مش ماشي. من عمل منكم سوءا بجهالة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة إنه غفور رحيم. ثم تاب عليه. ثم تاب من بعده. ثم تاب من بعده وأصلح إنه لغفور رحيم.
فأنه غفور رحيم. بالفتح بالهمزة مفتوحة. فأنه غفور رحيم. بعدين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. شكر الله لك، حسبك، جزاكم الله خيرا. الدكتور محمود، الأحكام كويسة ما شاء الله، ربنا يتقبل. بس مشاكس، احنا عايزين نختم. بس هو الحفظ ما صح، بالظبط كده. ان شاء الله في الاخر نشيل كده درجتين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. السؤال الثالث ومتواصلون مع حضراتكم من خلال شاشة قناة الحافظ في برنامجكم ومسابقتكم الحافظ أبي، ومع السؤال الثالث لفريق أهل القرآن. وإن شاء الله ربنا يتقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. هو اللي عمل لنا بس أزمة في الحلقة الشيخ محمد، يعني فخير إن شاء الله، ربنا يقدر الخير إن شاء الله. سؤال سهل جدا وبسيط. سؤال بيقول: سورتين في القرآن الكريم لقبتا بالزهراوين فما هما؟ قدامنا 10 ثواني. الرحمن، البقرة وآل عمران. البقرة وآل عمران، تأكد بإذن الله. فعلا الإجابة صحيحة، البقرة وآل عمران. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونشوف كتاب الله سبحانه وتعالى. نسمع من قوله: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا جاءت هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. شكر الله لك، جزاكم الله خيرا. دكتور محمود، جزاه الله خيرا. الأحكام سليمة، ربنا يتقبل إن شاء الله، ربنا يتقبل ويجعل هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله. سؤال لفضيلة الشيخ محمد وللفاروق، مش كده يا فاروق؟ إن شاء الله، ربنا يبارك يا رب العالمين. نسأل يعني سؤال بسيط جدا وسهل خالص إن شاء الله. مستعد إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. سورة في القرآن الكريم سميت باسم وصف للشمس، فما هي؟ وصف الشمس؟ نعم، الشمس وصفتها. أيوة، اسم السورة وصف صفة للشمس. سورة الشمس. إجابة أخيرة، إن الفريق الأول جاوبها هديله نص درجة. خلاص، 10 ثواني خلصوا. من صفات الشمس أنها مكورة، وأنها فكانت سورة التكوير. يبقى الاثنين للأسف لا يحصلان على هذه الدرجة للسؤال. ونقول سؤال القرآن. نركز شوية معانا يا شيخ محمد إن شاء الله. نستعين بالله سبحانه وتعالى. ما كده خلاص خلصت.
ناخد سؤال كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. استعن بالله. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل بعدين شيخ محمد ركز. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. ماشي. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. شكر الله لك، جزاكم الله خيرا. دكتور برضك الشيخ محمود. محمد الميم الساكنة والفاء انت بتاخدها على طول، ما بتظهرهاش اظهار واضح. اهو الشاهدين هم معايا، ما بتظهرهاش اظهار واضح. يعني انت بتاخدها خطف كده، ما تبينها من القراءة بتاعتك. شكر الله لك. شكرا يا دكتور. شكر الله لك. شكرا يا دكتور، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ محمد المشاكس معنا. جزاكم الله خيرا. سؤال لفريق أهل القرآن. يعني سؤال سهل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. سورة في القرآن الكريم سميت باسم صلاة أو فرض من فروض الصلوات، يعني من الصلوات النهارية في طلوع الشمس، فما هي هذه السورة؟ الضحى. سورة الضحى. أنا حضرتك تقصد حضرتك النوافل ولا الفروض؟ أنا قلت فرض. فرض؟ نعم. العصر. النوافل الضحى. جزاكم الله خيرا، الإجابة صحيحة. نسمع بقى سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شكر الله لك. شكرا يا أحمد، جزاكم الله خيرا. سؤال القرآن. نستعين بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. حسبك. شكر الله لك. أستاذنا الفاضل دكتور محمود. الشيخ محمد قراءته جيدة يعني لا تعليق. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. شكر الله لك، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك لحضرتك. سؤال لفريق احنا حذيفة بن اليمان. سؤال سهل جدا. سؤال سورة في القرآن الكريم أيضا سميت باسم صلاة، ولكن الصلاة تؤدى في غير وقت وجود الشمس، فما هي؟ قول الضحى. يلا يا قول صوت الضحى. قول اتفضل صوت الضحى. هو قال لك السؤال إجابته وحطك أنت في الوش. آخر إجابة. ما أنت بتقول ما بتصلي في غير وقت الفرض. أنا ما قلتش في غير وقت الفرض، أنا سؤالي كان واضح تماما. صلاة، هذه الصلاة تؤدى في غير وجود الشمس. وجود الشمس؟
الفجر والفجر. الفجر. كده يا عمر؟ يعني انت بتسمع الكلام؟ بتسمع الكلام. اخر كلام؟ الكلام. آخر كلام. ما شاء الله. طب اعمل ايه فيهم هما الاثنين؟ جزاكم الله خيرا. الاجابه ان شاء الله صحيحه ان شاء الله. حفظ الفجر يا عمر؟ عبد الفجر. والفجر. الفجر. يلا. يا ابني. جوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. كفى. جزاكم الله خيرا. شكر الله لك. شكر الله لك يا عمر. ربنا يعينك يا عمر. ربنا يعينك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. شكر الله لك. جزاكم الله خيرا. جزا الله خيرا. الأحكام كويس. جزا الله ما شاء الله. ربنا يتقبل إن شاء الله. اجعله خالصا لوجهه إن شاء الله. السؤال الأخير في حلقتنا النهاردة لأهل القرآن. مستعدين إن شاء الله؟ ربنا يتقبل بإذن الله سبحانه وتعالى منا ومنكم إن شاء الله. سورة في القرآن الكريم. هذه السورة تبين بطلان قضية التبني. فما هي السورة وما الشاهد؟ عشر ثواني يلا. سورة الأحزاب. الإجابة صحيحة. الشاهد؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. شكر الله لك. شكر الله لك. ربنا يكرمك. كرمك الله. سؤال القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما دام دخلنا بقى في الأحزاب هيا يا أيها النبي إنا أحللنا لك. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ما شاء الله. شكر الله لك. جزاكم الله خيرا. شكر الله لك. دكتور محمود. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. آخر سؤال لفريق الشيخ محمد وعبد الرحمن. مش كده؟ فريق اللي بيسمعوا الكلام ولا متشاكسون يا عبد الرحمن؟
متأكد؟ بقى طول الحلقة احنا بنسمع الكلام؟ طيب ان شاء الله ان شاء الله. سورة في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. بيّنت ما حدث مع نبي من أنبياء الله الصالحين، تعلم على يد نبي صالح وصفه القرآن الكريم بأنه عبد صالح أعطاه الله سبحانه وتعالى أو آتاه بعض علم من الغيب، فعلم هذا النبي علما غزيرا كثيرا. اسم السورة. اسم السورة واسم النبي الرسول. اسم السورة سورة الكهف. سورة الكهف. الكهف. والنبي سيدنا موسى. والنبي سيدنا موسى. تعلم من سيدنا الخضر. إيه؟ وتعلم من سيدنا الخضر. وتعلم من سيدنا الخضر. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله عبد الرحمن، شكرا يا عبد الرحمن. عشان خاطرك بس هنقول إجابة إن شاء الله صحيحة بإذن الله تعالى إن شاء الله. نبدأ في سؤال القرآن ونستعين بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. شكر الله لك دكتور محمود. جزاكم الله خيرا. بارك الله. شكر الله لكم، جزاكم الله خير. ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. شكرا جزاكم الله خيرا لفريق أهل القرآن وفريق حذيفة بن اليمان. ولا لا تغضب أبدا يا شيخ محمد. وشكر الموصول للدكتور محمود حب الله. جزاكم الله خيرا دكتور محمود. ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. لكن هناك ما زالت النسبة المئوية بين الفريقين، نعلمها بعد الفاصل فانتظرونا. أبي دفء ونبع. هذا البرنامج برعاية جمعية الصناعات الصغيرة وتنمية المجتمع المحلي بالسادس من أكتوبر. يحفظني ويحفظهم بلا نسيان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد فاصلنا عشان نعرف النسبة المئوية بين الفريقين، فريق أهل القرآن وفريق حذيفة بن اليمان. احنا هذا هو يعني فريق حذيفة بن اليمان يعني مشاكسون بعض الشيء، لكن ما شاء الله عليهم مستواهم ممتاز، ربنا يتقبل منا ومنهم. لكن جت نتيجة التحكيم كالآتي: أهل القرآن ما شاء الله أعلى نسبة حصلنا عليها اليوم 8 في يعني على مدار الحلقات كلها 98.5%. ما شاء الله، ربنا يتقبل إن شاء الله واجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. فريق حذيفة بن اليمان حصل على ويحفظهم بلا